قطر ما أعظمك والله. قطر ما أبدعك. قطر ما أجملك. أمير قطر الراجل ده طلع حتة سكرة. لما بشوفه بيتنطط زي الجماهير العادية بستغرب، لأن أنا عارف إن هو الحياة عندهم ما تسمح لهمش بكده، بس قد إيه إن هو بيثبت إن هو مواطن عادي، إنسان عادي جدا زيه زي أي حد موجود في دولة قطر من المواطنين القطريين يعني. قد ايه يا نهار ابيض على الفرحه اللي عنده لما كان المغرب كسبت ولا تونس اتعادلت ولا ايه ده. ايه ده يا راجل، دي انت وانا مشجع درجه ثالثه. ايه ده يا جدع اللي بتعمله ده، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، امير جامد جدا. ايه حته عسل اللي بتعمله ده، ربنا يبارك لك في صحتك. على فكره انا بتكلم الكلام ده يعني ممكن مثلا الناس من اللي كانت زمان بتسمعني يعني يقولوا ايه اللي بيقولوا لا يا جماعه، ده والله يا جماعه العمل اللي هم عملوه ده، وان هم يعملوا كاس عالم وهيذكر في التاريخ مدى الحياه ان دوله عربيه مسلمه تعمل كاس عالم بالجمال والدلع والعظمه والحاجات الحلوه واللي فيها انسانيه واللي فيها خير واللي فيها ابداع. ايه ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكره يعني الناس ضحت كتير جدا، لان مفيش حاجه بتنجح في حياتها الا بالتضحيه. يعني مفيش عمل قومي بيتعمل الا لما بيكون بالتضحيه. يعني الناس بتتعب ويحصل لها ارهاق شديد والام ومعاناه عشان توصل للمرحله اللي هي فيها ديت. عشان كده انا مبهور ان دوله عربيه تعمل حاجه زي كده، حاجه ما حدش حتى بعد كده يعرف يعملها. والله يا جماعه والله العظيم الغرب وحش جدا يعني. لما ترجعوا لقديم، انا كنت في حلقتين عملتهم لما فرنسا، او 3 حلقات، لما فرنسا اساءت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واثبتت بالتواريخ ان ازاي هم اكبر بلاد ارهابيه واستعماريه، وما عندهمش الحريه اللي بيتكلموا عليها هم، بس يعني يجوا ايه، هم يوجدوا الحريات على اقل حاجه في فرنسا في لبس الحجاب مثلا. فاحنا بنشكر قطر باللي عملته. وشفتوا الطفله الجميله اللي نزلت في ماتش انجلترا وكانت لابسه حجاب وعندها 5 سنين. ايه العظمه دي. كفايه ان هم جابوا الدكاتره العظام في الاسلام ودخلوا ناس في الاسلام، ده يتكتب لهم على مدى التاريخ. احنا دورنا كعرب ان احنا نقف جنبيهم. انا ما اعرفش، انا انسان عادي اقف جنبيهم ازاي، بس لازم كلنا ولازم الناس كلها تحس بالمجهود اللي هم بذلوه. مجهود عظيم يا جماعه، والله مجهود رهيب. الغرب ما يسمحش بيه الدوله العربيه ان هي تنجح مع ان انا عايز اقول لكم حاجه، اللي مشغل الغرب هي استثمارات العرب، اللي هي قطر والسعوديه والبحر، كل الدول دي هي اللي مشغله الغرب ومخليهم كده مرتاحين ماديا، وفي الاخر يمنعونا ان احنا نروح بتاشيرات وان احنا ولازم مش عارف تبقى ايه عشان تقدر تسافر بلد من دي. فاحنا يجب على كل عربي وكل مسلم وكل قطريين، يا سلام على القطريين، والله الله يبارك لكم فعلا. يعني مش عارف اقول ايه، والله من السعاده انا مش عارف اقول ايه. ربنا يقويكم دايما ودايما تبقوا في الطليعه. واحنا كمان مصر دي دوله عظيمه. ويا سلام الامير القطري، شوفوا ازاي جايب الرؤساء، جايب رئيس مصر رئيسنا السيسي، وجايب بقيه الرؤساء العرب، وحاضرين في افتتاح حاجه كانت مشرفه. وكان نفسي بقيه كل الناس تيجي ان احنا ندعم دوله زي قطر. والله ده احنا يا قطر اللي محتاجين دايما تدعمينا كده بمشاريعك العظيمه وتدعمينا بافكارك الجميله. قطر يا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب ويسعدهم. وكل كاس عالم ان شاء الله. وعلى فكره لازم يعني انا ما اعرفش اسمعوا ولا لا، بس انا بقول يعني الجمهور القطري يا جماعه ما يزعلش من الفرقه بتاعته مهما عملت، لان دي ضغوطات جديده اول مره يتعرضوا لها. ما لعبوش كاس عالم قبل كده، والضغوطات في كاس العالم وضغوطات الجماهير، وان هم كانوا عايزينهم الجماهير حتى في دماغهم ان قطر توصل للنهائيات. معلش اللعيبه ما استحملتش. تاني حاجه ما عندهمش الخبره الكافيه ان هم يخشوا في الحاجات ديت. فلازم برضو احنا ما نزعلش، بل بالعكس نفرح كل يوم وكل ثانيه بالابداع اللي عاملاه بلدنا. انا لو قطري يا سلام والله كل يوم. شوفوا يعني ما شاء الله تعملوا ايه لبلدكم، ما شاء الله عليكم ما شاء الله. والى لقاء اخر ان شاء الله، مع السلامه.